بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم ورحمتك الواسعة أن تعلمنا علما نصير به كاملين. اللهم شفع فينا سيد المرسلين، اللهم اكتبنا بالذاكرين ولا تكتبنا بالغافلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده نواصل درسنا في رحلتنا مع كتاب الكتاب الزنوبية نحو حياة القلب والروح للأستاذ محمد فتح الله الكلام، نفع الله به العباد في الدنيا والآخرة، وجمعنا به على ما يحب ويرضى. وقد وصلنا في هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن التصوف، وصلنا إلى عنوان هو التفكر. التفكر في اللغة معناه إعمال الفكر، يعني إعمال العقل، لأن العقل نعمة، وكل نعمة أكرمنا الله بها فإنها توجب على كل عبد من عباد الله أن يستعمل النعمة فيما يرضي مولاه، أنه أعطاك النعمة لتستعملها في حدوده. فالواجب على الإنسان أن يضع كل نعمة في مكانها. فالعقل يفكر، واليد تكتب وتلمس وتبطش، والرجل تمشي. فكل نعمة من نعم الله تحتاج منا إلى أن نقف عندها شاكرين للمولى عز وجل، وعلينا أن نجعل النعمة في مكانها اللائق بها. نعمة العقل نعمة عالية، لأن من لا عقل له يعد مجنون ويكون كالبهيمة وليس عليه من واجبات، لأن كل واجبات الشريعة منوطة بالعقل. ولهذا تلاحظ في كتب الفقه في كل باب من الأبواب يقول وشروط وجوب الصلاة مثلا، الإسلام والبلوغ والعقل. فالعقل ركن من أركان الوجوب،
فإذا أخذ الله العقل يعني ذهب العقل أسقط الله عز وجل عنه كل شيء من الواجبات. ولذلك قاعدوا يعني أهل الفقه قاعدوا قاعدة: إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. إذا أخذ الله ما وهب أسقط إيه؟ ما وجب. أخذ منك العقل يبقى لا صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام. إذن فالعقل هو مناط التكليف، هكذا قال العلماء. وننظر إلى التفكر في الجانب الصوفي. نعم، اقرأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. التفكر في أي موضوع من المواضع يعني إعمال الفكر. جمعنا على المواضيع موضع وموضوعات ومواضيع. نعم. فهو استخدم كلمة مواضيع بمعنى موضوعات، لكن في اللغة الجمع بالألف والتاء جمع قلة يعني لا يزيد على 10، لكن المواضيع مفاعيل جمع كثرة، والمواضيع التي نفكر فيها كثيرا تعد بالمئات والآلاف في حياة الإنسان. نعم. يعني إعمال الفكر إعمالا واسعا وعميقا ومنظما ولدى أربابه هو زناد القلب وغذاء الروح وروح المعرفة ودم الحياة الإسلامية وروحها وضياؤها. فإن عدم التفكر أظلم القلب واضطربت الروح وتحولت الحياة الإسلامية إلى موات هامد. يعني إذن الفكر لا بد منه، لأنه ينظم الحياة بدءا من القلب والروح، ثم ينعكس هذا التنظيم على البدن، ثم يكون هذا النظام بهذا التعقل في كل مناحي حياة الإنسان. كان في بيته نراه منظما، في عمله نراه كذلك، في علاقته بالذين من حوله نراه على هذا الحال. إذن التفكر إعمال الفكر في أي شيء في هذه الحياة. والله عز وجل بكرمه أعطانا العقل الذي به نعقل كل شيء. فإذا رأيت شيئا جاء من عند الله وأعملت فيه الفكر فوجدت نفسك لا تستطيع الفهم، فأقل شيء أن تقول بعقلك إنه جاء من عند ربي، وما جاء من عند ربي أقبله من غير مناقشة كما قلت، لأنه جاء من عند الله. والله عز وجل أرحم الراحمين، لا يضع لعبده فرضا من الفروض إلا ويعود عليه الفرض بالخير في الدنيا وفي الآخرة، سواء فهمت السر أو لم تفهم من الأسرار. فالعقل دائما يعمل وله دائرة يعيش فيها. نعم. التفكر هو نور في القلب، وأي نور به يميز الخير عن الشر والنفع عن الضر والحسن عن القبح، وبه تتحول الكائنات إلى كتاب يقرأ، وبه تكسب كل آية جليلة عمقا خاصا بها. نعم. التفكر مصباح يضيء الحوادث لاعتبار واستنباط النتائج المتنوعة منها، وهو مفتاح ذهبي للتجارب ومشتل لأشجار الحقيقة. المشتل يعني المكان الذي يكون فيه بداية الشجر، فإن الشجر يكون صغيرا في مكان ثم ينقل من المكان الذي فيه وهو صغير إلى مكانه الذي يكبر فيه ويعظم فيه. فهو يصور هذا التفكر بأنه كهيئة المشتل الذي فيه الشتلات الصغيرة أو الأشجار الصغيرة. فالفكر دائما يعطيك الحسن من بدايته. فإذا ما أخذت من العقل الفكرة وأعملتها
وسرت عليها عظمت الفكرة وصارت عملا وصارت حياة. ولهذا وجب على كل إنسان أن يفكر فيما يرضي مولاه عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا التفكر يعد أساسا لشريعة الله رب العالمين. طيب نقرأ كلام الشيخ. وبؤبؤ نور القلب. ولأجل هذا فالإنسان الأفق صلى الله عليه وسلم الذي تسنم ذرة في كل شيء حسن جميل استولى في التفكر على إلى الذروة بقوله تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكروا في آلاء الله يعني نعم الله، لأن الآلاء بمعنى النعم هي جمع أي يعني نعمة. تفكروا في آلاء الله يعني في نعم الله ولا تفكروا في ذاته، لأن ذات الله عز وجل لا تدرك، فكيف نفكر فيها؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك كان الشيخون يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك يعني ظهر في بالك وتصورته في عقلك فالله بخلاف ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا، يعني لن تقدروا أن تصلوا إلى معرفة ذات الله بعقلكم ولا بخيالكم. فالذي لا تستطيع أرح نفسك من التفكر فيه. إذا تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا أو ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا. إذ وضح لنا حدود ميدان ما يمكن أن نفكر فيه مذكرا بقوتنا وإمكاناتنا وقدراتنا. وكم هو جميل ما قال صاحب المنهاج تذكيرا لنا بهذا المعنى، أي إن التفكر في النعم هو شرط هذا الطريق، ولكن التفكر في ذاته تعالى اسم مبين. نعم إن التفكر في ذاته تعالى باطل بين، فاعلم أنه محال محض وتحصيل حاصل. وفي الحقيقة أليس القرآن الكريم يوصينا بآياته الجليلة أمثال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى أفضل طريق للتفكر، وذلك بعرضه كتاب الكائنات أمام أنظارنا وإظهاره كيفية كتابته وخواص حروفه ومزايا كلماته ونظام جمله وانتظامها ورصانة هيئته العامة وقوتها. ولذلك يعني قالوا إذا أردت كتابا مقبولا فالقرآن. القرآن هو الكتاب المقبول. وإذا أردت كتابا منظورا فالكون. إذا الكون هو كتاب الله المنظور والقرآن كتاب الله المقروء. وإذا أردت قرآنا مسطورا فالمصحف كتاب الله المسطور. يبقى كتاب الله المسطور في الأوراق، كتاب الله المقروء من ألسنة القراء، كتاب الله المنظور في الكون كله. واضح؟ الحمد لله. نعم.
أجل إن التوجه إلى كتاب الحق تعالى في كل تفكر وفي كل تصور وفي كل حالة وطور والسعي لتدبره وإدراكه ومن سمى تنظيم الحياة وفق فهمنا هذا وامتثاله في حياتنا المعيشة يجعل الحياة كلها ذات مذاق وروحاني، إذ إن كشف الأسرار الإلهية في كتاب الكائنات وإظهارها يمنح الإنسان كل آن عمقا إيمانيا آخر فوق إيمانه وتلونا روحيا يرتشف مذاقه. هذا الكشف الجديد والنتائج المستخلصة منه نور يمتد من الإيمان إلى المعرفة، ومن المعرفة إلى المحبة، ومن المحبة إلى اللذائذ الروحانية، ثم المضي قدما إلى الآخرة ورضوان الله تعالى. فهذا هو الطريق المنوي ليصبح السالك إنسانا كاملا. ويعني لو نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي هو التفكر في كائنات الله. يعني حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين نفسه للوحي ذهب إلى غار حراء، وفي هذا الغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه ليفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الإنسان إذا تفكر في هذا الملكوت وسأل نفسه وهو يفكر هذه سماء مرفوعة فمن الذي رفعها؟ ولم يزل في حياة الناس فلا يجد أي إنسان استطاع أن يفعل شيئا في السماء. الجن كذلك، إذا هناك قوة أعلى هي التي رفعت السماء، ثم يرى الأرض منخفضة فيها الجبال وفيها الأنهار وفيها البحار. الأنهار عذبة ماؤها حلو والبحار مالحة ماؤها مالح. من الذي نوع الماء ومد الأرض بهذا المدد وجعل فيها الجبال وجعل فيها ما بين الجبال من الوهاد؟ يقول إذن هناك قوة عليا هي التي نظمت الكون. ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين للناس أن خالق الكون هو الله ولا إله سواه. حينما قال لهم ذلك قالوا إذن يعني كل هذه الآلهة التي نعبدها لا قيمة لها. يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، طالما يقول لا إله إلا الله معناه أن كل هذه الآلهة اللات والعزى ومناة وهبل وكل الأصنام ليست آلهة. طبعا كانت هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أثرها الشديد على نفوس الناس. قالوا إنه ساحر، قالوا إنه مجنون، قالوا إنه هذا كله تقول لا قيمة له. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على ما هو عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويأتي سؤال: هناك أعداء سيكونون بالاعتداء، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له مولاه: والله يعصمك من الناس لا تخف منه. جاء واحد من العرب
ليعبد الصنم كما هي عادته، وذهب إلى الصنم وهو يفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد يقول لا إله إلا الله، إذا هذه آلهة باطلة. والله إن محمدا له حق في هذا، لأننا ما رأينا هذه الآلهة صنع شيئا. فرب محمد رفع السماء، خفض الأرض، وأتى بالليل بعد النهار، أتى بالنهار بعد الليل، نظم النجوم، خلق الإنسان. ماذا فعل بالآية؟ لا شيء. فرجع زوجته قالت له يا أبا فلان لماذا رجعت مبكرا هذا اليوم؟ هل خرجت عليك الآلهة؟ قال دعيني من هذا الكلام، أن محمدا يقول كلاما له شأنه. قالت له لا يا أبا فلان، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، سنسير على ضرب الآباء. قال دعيني من كل هذا. في اليوم التالي بطبيعته وعادته ذهب إلى الصنم، ولكن الله أراد له الخير. فماذا كان؟ رأى على بعد ثعلبا كبيرا يصعد على الصنم حتى وصل إلى رأسه وأمسك به وبال عليه. فلما رأى صنيع الثعلب ضرب وقال أرب يقول الثعلبان برأسه. ثعلبان يعني الثعلب الكبير. لقد هان من بالت عليه الثعالب، بليت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنا ما جئتك إلا بعد تفكير طويل وبعد أن رأيت كذا وكذا، ولذلك أسلم وحسن إسلامه بعد أن عرف أنه لا إله إلا الله. هذا ما أراد الشيخ أن يوصل به، أن نفكر دائما لنصل إلى الحقيقة. نعم سيدي. التفكر مفتوح على جميع العلوم حيث إنها ميدان بحثه وتنقيبه. نعم. إلا أن العلوم العقلية والتقريرات الوضعية ما هي إلا مقدمات لهذه النتيجة العظيمة وواسطة لها وطريق إليها، وهذه جميعها متوجهة بمحتواها الحقيقي وبوجوهها الصائب إلى العلم الإلهي الواحد، إن لم يسقم دماغ الإنسان بمعالجات خاطئة. يعني كل فكر سليم يوصلك إلى العقيدة المستقيمة، وهي أن خالق الكون واحد وهو الله عز وجل. أما إذا كان المفكر الذي يتفكر عنده أفكار خاطئة ولوثت ذهنه أمور في الحياة، فهذا لا يصل إلى الحقيقة أبدا، سيظل واقفا عند ظاهر حاله. لكن مع التفكير السليم المستقيم يصل المرء إلى كنه حقيقة الحياة، وهي أن لهذا الكون مكون واحد وهو الله عز وجل. نعم.
نعم، إن التفكر في الموجودات ومطالعاتها ككتاب إنما يثمر الثمرة المرجوة منه، ويكون موضوع واردات ذات بركة بالإيمان بالله وأنه سبحانه وخالق جميع الأشياء بجميع متعلقاتها. وهذا هو شعار رواد الحياة القلبية وأبطال الحياة الروحية الذين أدركوا يقينا أن كل شيء يستند إلى الله وحده بجميع أحواله وكيفياته، فبلغوا الإطمئنان بمعرفة الله ومحبة الله وذكر الله. يعني هؤلاء الذين تفكروا في بديع صنع الله وصلوا إلى أن صاحب الكون بكل ما فيه واحد وهو الله، فتعلقوا بالله كأن الملك لله والأمر لله. فإذا كان الملك لله والأمر لله، إذا يجب علينا أن نتوجه إلى الله وأن نحب هذا المنعم الذي أنعم علينا بكل النعم والذي يوصينا بأن نتوجه إليه. وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك الشاعر الحكيم كان يقول: توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب من عبد عليه توكل. توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب من عبد عليه توكل، وكن واثقا بالله وارضى بحكمه حتى ولو كان حكم الله على غير ما في رأسك أو حولك إلى اتجاه آخر، فإذا ما رضيت فإن الله سيرضيك. وكن واثقا بالله وارضى بحكمه تنال الذي ترجوه منه تفضلا. فنسأل الله أن نكون على ذلك. الذي ينظم من البداية، الذي لم ينظم من البداية، أي لم يؤسس على إسناد كل شيء إلى الحق سبحانه، وإنما يتناهى إليه تعالى بعد لأي في النتيجة. اللأي معناه يعني معنى مدة، يعني إذا فكرت فلا تظنن أن نتيجة الفكر ستكون سريعة. ربما كانت نتيجة الفكر بعد زمان فتقول ما شاء الله أنا كنت فكرت في هذا الأمر لكني لم أصل إلى شيء، ولكن بعد أيام بعد شهور بعد سنين رأيتني وصلت إلى نتيجة طيبة، وهذه النتيجة هي بالفكرة التي كانت منذ شهور منذ سنين. فهو يقول وإنما يتناهى إليه تعالى بعد لأي في النتيجة، يعني لا تأتي النتيجة في الوقت الذي تدعو الله فيه، وإنما ربما كانت النتيجة في الدنيا بعد سنين، وربما كانت النتيجة في الآخرة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني ربك سيجيب. أما تحقيق الإجابة قد يكون سريعا، قد يكون بطيئا، وقد يكون في الآخرة وليس في الدنيا. يعني واحد تزوج ولم يأتيه ولد، والأطباء يقولون ليس عندك مانع، والزوجة ليس عندها مانع. يقول إذن فماذا الذي جعل هذا الأمل يتأخر؟ نقول له يا هذا إن الذي يعطي ويمنع ليس هو أنت وليس الطبيب، وإنما أنت على استعداد.
زوجك على استعداد، ولكن الله لم يرد. إذا ما أراد الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فإذا شاء الله في وقت من الأوقات أن يكون له ولد كان بإرادة الله. ولذلك المولى عز وجل في سورة الشورى في هذا المعنى قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء إناثا. وانظر إلى كلمة يهب، يعني هذا ليس من كلامه وإنما هو من هبة الله. قال سبحانه: يهب يعني يعطي بلا سبب لمن يشاء إناثا، يعني هو كان يريد ذكرا فأعطاه الله إناثا، أن الله له حكمة. ويهب لمن يشاء الذكور، الذي وهبه الله إناثا يقول: ليت لي من ولد ذكر. المؤمن يقول: لا، ما أراد الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال سبحانه: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعل للواحد بنين وبنات. وفي القسم الرابع قال: ويجعل من يشاء عقيما. ما معنى عقيما؟ يعني لا ولد له، لا من بنين ولا من بنات، مع أنه في ظاهر الأمر عند الأطباء ليس هناك من مانع، ولكن من الذي يعطي ويمنع؟ الله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي يجب أن يكون عليه الإنسان المؤمن. فإذا آمن بمشيئة الله وقدرته استراح نفسه وعاش حياة يعتصم فيها بمولاه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا معتصمين بك يا رب العالمين. نعم. يقابله التفكر المخطط له من البداية على أساس أن الخلق والأمر كل شيء يستند إلى الله تعالى. هذا التفكر يجري ويستمر إلى اللانهاية بأبعاد جديدة دون انقطاع قط، بمعنى أن مثل هذا التفكر الذي يبدأ من الله سبحانه بالسمية الأول والظاهر، ومن ثم يتوجه إليه تعالى أيضا باسميه الآخر والباطن. من الله سبحانه وتعالى باسميه الأول والظاهر، ومن ثم يتوجه إليه تعالى أيضا باسميه الآخر والباطن. ليس متناهيا بل غير متناه. ومن هنا فالحث على هذا النمط من التفكر الذي توضح هدفه منذ البداية، فيه إرشاد إلى استعمال منهاج العلوم الطبيعية وتعلم أصولها التي تحاول تقرير شكل الوجود وتشخيص تجليه. نعم. أجل بمعنى نعم. أجل لما كانت السماوات والأرض بجميع أجزائها ومركباتها ملك لله تعالى، فإن مطالعة أي حادثة وأي شأن وأي نظام في كتاب الموجودات تعني قراءة الأحكام الخالق العظيم وكيفيات تصرفه في شريعته الفطرية. ولا جرم أن الطريق من يقرأ هذا الكتاب حق قراءته وينظم حياته وفق ما قرأ سيكون طريق هداية وتقوى، وسيكون مثابه الجنة وشرابه الكوثر. ذلك لأنه مقابل أصحاب الهلاك والخسران الذين يجولون في وديان الكفران بدلالة إبليس غافلين عن الله المولى الحق لأنواع النعم والآلاء وألوان الحسن والجمال في الدنيا، حسن والجمال في الدنيا.
هناك من يعرف المنعم الحقيقي والمالك لكل شيء ويؤمن به ويخضع له بشعور إيماني يجول في دائرة بين الشكر والنعمة والشكر بريادة الملائكة وقيادة الأنبياء والصديقين ويمضي عمره هكذا كباز التفكر يحم فوق قمم الأفكار فيحلق عاليا فوق الوديان نفسها التي تتساقط فيها الجموع الغافلة ويتردى فيها الهالكون. يعني يتردد معنى يقع، لأنهم لما كانوا مع الشياطين وقعوا، لأن الذي يمشي مع الشيطان يسقط على الدوام. فيوفي بهذا التفكر حق ما ناله من ألطاف ربه الجليل، وإن اعتراضه عائق في عالم الفكر اجتساه ببعد الذكر، فيمر من التدبير إلى التسليم ومن التمكين إلى التفويض، ويبلغ هدفه طائلا في السماوات بينما الآخرون في الأرض أسرى المسافات. نعم. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وصل وسلم على سيد المتفكرين وعلى آله وصحبه المخلصين. هذا ذلك يعني أوصي بأن من يذاكر يضع عقله مع كل كلمة. المذاكرة التي تسمى مذاكرة علم تكون بالجملة الواحدة وتقف عند كلمات الجملة، فإذا فهمتها اقرأ ما بعدها. ترى نفسك تعيش مع المعاني بإشارة المباني. الجمل مباني والمعاني تحت المباني دائما تكون بإشارة هذه المباني. فحينما تذاكر مذاكرة بعقلك وتصل إلى كل معنى في كل جملة تستريح. وربما تعيش مع الكتاب أو مع القراءة ساعات لا تشعر بها بحال من الأحوال. يعني بعض إخواننا كان يظل طيلة ليلة عينه على الكتاب وذهنه يعمل حتى يطلع الفجر، وذلك لأنه لا يعمل لسانه فقط، إنما يعمل عقله ويمشي مع كل جملة ويقف عند كل كلمة لا يستريح لها أو لا يستطيع أن يفهم معناها، فيظل واقفا عندها حتى تفهم. وهذا ما تعلمناه من شيوخنا رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاه وجعلنا منهم. بعد ذلك وصل إلى عنوان تالي هو الفرار والاعتصام. الفرار يعني البعد عن الشيء بسرعة. قال تعالى ففروا إلى الله، يعني يبتعد عن كل شيء سوى مولاه، وعليك أن تسرع إلى مولاك عز وجل. والاعتصام معناه الاستمساك. الاستمساك بماذا؟ بحبل الله، وحبل الله المتين هو القرآن الحكيم، والمبين للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عليك أن تفر من هذه الحياة إلى مولاك عز وجل. إن الله خلق الحياة بنظام، إذا أنت تسير في الحياة على ما يرضي مولاك. تفر من المعاصي وتبتعد عن كل شيء لا يفهم، أنك تريد أن تعيش على ما يرضيه. ولذلك عليك
بأن تفر من كل شيء يغضب المولى، وأن تعتصم بالله في كل أمورك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا قال الله عز وجل للحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه كلمة كمفتاح. نقرأ كلام الشيخ بعدها. الفرار والاعتصام. الفرار هو الهرب من شيء والابتعاد عنه. واحد يفر من شيء، إذن هو يهرب منه لأنه وجد أن هذا الشيء فيه الأذى الذي يعود عليه، فيه العداوة، فيه ما لا تحمد عقباه، إذن يفر منه ويهرب. نعم. ولدى أربابه أصبح عنوانا للسير من الخلق إلى الحق سبحانه. ولدى أربابه يعني أرباب الصلاح. ولدى أربابه يعني أرباب الصلاح. أصبح هذا عنوانا للسير من الخلق إلى الحق. يعني عليك أن تفر من خلق الله إلى خالق الكون وهو الله جل في علاه. نعم. والالتجاء من الظل إلى الأصل يعني نحن فينا الدليل على وجود الله، فعليك ألا تكون مراقبا للناس من حولك، ولكن عليك أن تراقب ربك في كل أفعالك. وأما الناس من حولك فأنت وهم على خط واحد، فينا من آمن وفينا من كفر، ومن آمن فينا الطائع وفينا العاصي. إذن عليك أن تفر إلى مولاك عز وجل. تفضل سيدي. وترك القطرة والتوجه إلى البحر، وترك الذرة والتوجه إلى الشمس، والانسلاخ من الأنانية وإذابة الوجود في أشعة الحق تعالى، بحيث يمكن أن تربط هذه كلها بما تشير إليه الآية الكريمة: ففروا إلى الله، من السير القلبي والسير الروحاني للإنسان. وكلما ابتعد الإنسان في سبيل إيمانه عن الجو الجسمانية القاتل تقرب إلى الله تعالى، وكان مؤديا طورا معقولا لذاته موقورا لها. ولمعرفة كيف يترقى مثل هذا الفار الملتجئ إلى الحق سبحانه نستمع من العبد الصادق لدى ذلك الباب الإلهي سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قوله: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، الذي يلفت النظر فيه إلى أن الطريق الموصل إلى الذوق والوصال والخلافة والقرب إنما يمر من الفرار. وبقوله هذا يؤدي دور الريادة والإرشاد لإرادة تقتفي أثر النبوة. إن فرار العوام هو الاحتماء من ضيق الوجود وضجيجه وقبح المعصية إلى رحاب الأنس بالله وجميل غفرانه جل جلاله. فهؤلاء يتلون في كل طرف عين: ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. ويرددون في كل حركاتهم وسكناتهم: أعوذ بك من شر ما صنعت. أما فرار الخواص فهو من الصفات إلى الصفات، ومن السر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن حظوظ نفسانية إلى المشاعر الروحانية، حتى يغض وردهم الدائم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك. وأما فرار أخص الخواص فهو من الصفات إلى الذات، ومن الحق سبحانه إلى الحق تعالى، فيقولون دائما: وأعوذ بك منك، ويعيشون في جو الهيبة والمهابة. وهذه الأنواع من الفرار تنتهي إلى الالتجاء، إلى حماية، إلى اعتصام. فكما يتناسب الفرار طرديا مع العمق الروحي للفار،
فالنقطة التي يبلغها من حيث النتيجة متفاوتة أيضا. فالأوائل ينصبون أخبيتهم على سفوح المعرفة، ويذكرون الله سبحانه في كل شيء من الذرات إلى المجرات، فيطلبون مطالب تعجز عنها الموازين، ويبدأون بطلب ما لا يمكن وقوعه، وإذا بهم يجدون في وجدانهم مصادق ما عرفناك حق معرفتك، فيرددون في ذهول اعتصام الورى بمعرفتك، عجز الواصفون عن وصفك، تب علينا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك. رضي الله عنه وارضاه. يعني هؤلاء الأوائل الذين هم عوام، يعني ينظرون إلى الكون نظرة على قدرهم، هي نظرة سطحية، ولكنه مع هذا تكفيهم هذه النظرة، وكلما نظروا في السماوات يسألون الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم فهو أرحم الراحمين. هذه نظرة عوام الناس، لكن نظرة الخواص، نظرة خواص الخواص ستكون أعلى من هذا. نعم. والثواني يطلقون في كل آن أشرعتهم في بحر آخر للمعرفة فيمضون عمرهم بتلونات الواردات متنوعة، ولأنهم لم ينجوا من البرازخ يعجزون عن بلوغ أفق الحيرة التامة، فيرنون بأبصارهم كل آن نحو مراتب الصعود، ويطيرون من مرتبة إلى أخرى مرتعدين من تصور السقوط. يعني هؤلاء أعلى من الطبقة الأولى، ولهذا نراهم دائما كلما انتهوا من درجة يكونون في الدرجة التي بعدها. أما الذين من بعدهم فهم أعلى. نعم. والثالث هم الناجحون من موجات مد الحال وجزره، ورؤوسهم غارقة دائما في عمق آخر من أعماق الحيرة، وعيونهم تحدق زابلة بشراب عين ماء، فيبلغون من النشوة مبلغا قد لا يفيقون منها حتى بصور إسرافيل، ولا يمكن أن يعبر أحدا عن مدى عمق أفكارهم وسريان تخيلاتهم إلا من ذاق ما ذاق من نشوة. إن الخيالات التي هي شباك الأولياء إنما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في بستان الله. المقصود من بستان خدا مرتبة الواحدية، والمراد من ما رويان أسماء الله وصفاته الجليلة التي تتميز في مرتبة الأحدية. وعلى هذا يمكن أن نفهم المسألة كالآتي: إن الشباك التي تلتف بأقدام الأولياء ليست إلا تجليات الأسماء والصفات، وما هي إلا خيالات لدى فاقد الأبصار الموصدة أبوابهم في وجه الحقيقة، وبعبارة صاري عبد الله أفندي، العبارة التي ستأتي إن شاء الله. نعم. إن مرايا قلوب الأنبياء والأولياء مع أنها مظاهر ومعاكس الأسماء والصفات الكلية الإلهية، فإن الصفات الربانية تخض بستانا لوجوههم النيرة كالقمر يسحرهم نيرة كالقمر يسحرهم كل آن بسحر جديد. والخلاصة يعني هؤلاء يعيشون عيشة ليست كعيشة الناس العاديين، إنما يعيشون دائما مع رب العالمين. كل كلماتهم وحركاتهم وسكناتهم ترتبط بالله عز وجل، لا يرجون أحدا سواه، ولا يطلبون من أحد شيئا إلا ما كان لله، وهذه حياتهم. ولذلك يعيشون تحت قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. والخلاصة إن هؤلاء قد فروا من كل ما يجب أن يفر منه
إلا ركن شديد كما هو مضمون الآية الكريمة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فلا انفصام لهم عنها ولا انقطاع بإذن الله. ذلك لأن الذي يتوجهون إليه ويلجؤون إليه هو الموجود الحق دائم باق من الأزل للأبد بصير بكل شيء رقيب على كل شيء وهو الكبير المتعالي الحق. فهؤلاء وجوده واعتصموا بحبله المتين وجدوه واعتصموا بحبله المتين لذا فهم في منجا من الهلاك والتنكب عن الصراط والانفراد والتنائي. دائما يعيشون مع الله عز وجل معتصمين بحبله المتين، وحبل الله المتين هو القرآن، فهم يعيشون بالقرآن مع من أنزل القرآن من وراء من أنزل عليه القرآن، بهذا القدر يعيشون. ولذلك نراهم دائما في حالة بعد عن الناس حتى في مجالسهم. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع الناس بأجسادهم ويعيشون مع الله في كل أحوالهم. نعم. ذلك لأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فتتبدد الظلمات التي تحيط بهم من كل جانب وتزول فتبصر العيون الحقيقية بجلاء وتسمعها الآذان بوضوح وتخضق عليهم السماء نجوم الابتسامات وتسرب لهم الأقمار والشموس بسرابيل أخروية فيخضوا كل شيء كتابا بديعا يقرأ ومنظرا رائعا يشاهد من الذرات إلى المجرات ويأتي الربيع الطلق يختال ضاحكا مسرورا ويسمع الصيف مشاعرنا أنغاما عزبة ندية فتمحى الآلام وتزول الأوجاع وتتفجر من كل جانب أزواق روحانية ويستشعر الإنسان معا حظوظ عيشه ويتذوق أزواق وجوده كإنسان. فالذين يريدون تذوق هذه النشاوي الروحية اللامتناهية إلى الأبد ينظمون هجرات فائقة جادة في كل حين مما لا يريده الله إلا ما يريده ومما نهى عنه إلى ما أمر به ومما لا يحبه ولا يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه فيعيشون في فرار إليه تعالى لا يقر لهم قرار إلا بإسناد كل شيء إليه سبحانه وهذا هو الاعتصام الحقيقي. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة يعني هذا أن الناس مع الله عز وجل إذا كانوا مؤمنين فإننا نراهم في درجات، لأن رب العالمين يعطي لكل واحد منا درجة على قدر اتصاله به، وكلما كان الإنسان متواصلا مع مولاه يرتفع شيئا فشيئا حتى ترى الواحد بعد فترة من الزمن متعلقا تعلقا شديدا بالله لا يستطيع أن ينفك عنه ولو لحظة واحدة حتى يخرج من هذه الحياة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. آمين. الفصل الذي جاء من بعد الخلوة والعزلة. ما معنى الخلوة؟ أن تكون مختليا بنفسك ذاكرا لربك، هذه الخلوة، أن تخلو بنفسك تبتعد عن الناس من حولك ثم إنك
تذكر ربك عز وجل. أما الذي يختلي بنفسه لينام أو ليستريح فهذه ليست خلوة، هذا نائم. أما أهل الخلوة فإنهم يدخلون خلواتهم يبتعدون عن الناس ليكونوا مع الله ذاكرين شاكرين خاضعين، لا يجعلون ساعاتهم إلا فيما يرضي الله عز وجل. تفضل اقرأ كده. الخلوة والعزلة. الخلوة والعزلة تأتيان بمعنى الخلوة والعزلة. العزلة عن البعد عن الناس، اعتزل الناس يعني ابتعد عنه. نعم. تأتيان بمعنى الانفراد بالنفس. الانفراد بالنفس. وبالتعريف آخر الانزواء تحت إشراف أي مرشد أو دليل للتعبد. وتفسير آخر هي عنوان آخر للمحاورة والصحبة مع الحق تعالى بلسان لطائف منغلقا كليا تجاه جميع ما سواه تعالى، وذلك بتصفية القلب من الاعتقاد الباطلة والأحاسيس المظلمة والتصورات السيئة والتخيلات التي تبعد عن الله سبحانه. تبعد عن الله سبحانه. والعزلة هي بعد من أبعاد الخلوة، والرياضات بعد آخر لها. وقد قيل الأربعينية حيث المرتبة الأولى للخلوة 40 يوما. يعني من أراد أن يدخل خلوة في رحاب مولاه فعند أهل الله الخلوة الأولى تكون بهذا العدد 40 يوما. صحيح يخرج لأداء الصلاة في جماعة، ولكن يخرج وهو مطلق لا ينظر لأحد، إما أن ينظر إلى الأرض وإما أن ينظر إلى السماء. وإذا دخل في الصلاة دخل في الصلاة وهو مع الله عز وجل وحده. إذا سلم الإمام يعود إلى خلوته ليؤدي السنن كلها في خلوته، وعلى هذا يعيش 40 يوما في البداية. هذه خلوة الصالحين، وهي بداية الخير الذي يعود عليه. نعم. والمرشد أو الدليل في أثناء إدخاله المريض أو المرشح إلى الخلود بيصحبه إلى باب غرفته، وهناك يدعو الله له ثم يفترقان. يعني شيخه الذي يدخله الخلوة يأخذ بيده ويوصله إلى الخلوة ثم يقول له جزاك الله بكل ما تفعل خيرا، ويدعو له بالتوفيق والسداد، ثم يدخل خلوته على ما قلناه الآن. يظل ذاكرا للمولى، ينظم وقته على ذكر الله والصلوات مع الصيام في النهار والقيام في الليل، ويبقى على هذا الحال ليكون معتصلا بالله مهيئا للقاء الله في أي لحظة في هذه الحياة. وهذه للصالحين من علامات صلاحهم أنهم تكون لهم خلوة مع الله في كل فترة من الفترات. نعم. فينفرد المريد في تلك الغرفة المريد في تلك الغرفة ويعيش ما يشبه حياة المعتكف، حيث يأكل بقسطاس ويشرب بميزان مقللا من حاجاته البدنية إلى أدنى حد ممكن، ويحاول نسيان رغباته الجسمانية بصورة عامة بالانشغال دون توقف ليلا نهار بالذكر والفكر. وهذه الخلوة تعد بابا من أبواب التقرب إلى الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم اختلى بنفسه قبل الوحي في غار حراء، وكان يجلس أياما حتى إذا نفد منه الطعام، أنه كان يأخذ طعاما خفيفا يأكله وهو في خلوته، يتفكر في بديع صنع الله ويأكل القليل. هذا قبل الوحي، قبل الرسالة. فإذا نفد الطعام عاد إلى زوجته خديجة فأخذ شيئا وذهب إلى مكانه، ومكث على هذا 5 سنوات صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي وقد
نضجا تاما في اتصاله برافع السماء وخافض الأرض. نعم. والخلوة قديمة بل ضاربة في القدم، وذلك بمعناه العزلة عن الخلق وأخذ النفس بالرياضات، يعني العبادات، إذ هي موجودة في جميع الطرق الصوفية تقريبا، حتى يمكن سحبها إلى العهود الأنبياء العظام عليهم السلام. نعم. ففي المقدمة فخر الإنسانية صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء والأولياء قد زاولوا الخلوة والعزلة بيد أنه مسلما لم يؤخذ الطرز والنظام نفسه أو عجز عنه، لم تحافظ على أصالتها محافظة تامة، فتبدلت ولو قليلا، حيث أفرغت في قوالب مختلفة، فعزلة سيدنا إبراهيم، وأربعينات سيدنا موسى، ورياضات سيدنا المسيح، وخلوات سلطان الأنبياء، وأمثالهم كثير عليهم السلام جميعا، قد تعرضت للتغيرات والانكسارات، وتبدل قسم من ماهيتها تحت ظروف مختلفة وأوساط متباينة، وبتطبيقات متغايرة على أمزجة متنوعة، وما كان يمكن أن يحدث غير هذا، لأن الخلوة لها علاقة قوية بالبناء الروحي للأشخاص وبأمزجتهم ومذاقاتهم وسجاياهم واستعداداتهم الروحانية. ولهذا فالمرشدون الكاملون هم الذين يعلمون من يكلف بالخلوة وكيف وإلى أي مدى. نعم. وقد زاول مولانا جلال الدين الرومي في عهوده الأولى كثيرا من الأربعينات، ولكن لما وجد مرشده ترك الخلوة واختيار الجلوة، لما وجد مرشده يعني شيخ ترك الخلوة واختار الجلوة، وقد سار الكثيرون قبله وبعده في الطريق النفسي. يعني لما وجد مرشده أنه يعني ترك الخلوة وصار بين الناس، أيضا فعل فعل شيخ. نعم. إن الرياضات بعد للخلوة، وهي إلجام النفس تجاه الرغبات البدنية وحث الروح المشتاقة إلى المعالي، نحو السماء الكمالات الإنسانية. نعم، بالرياضات وحدها يمكن إلجام النفس، وبالرياضات يمكن أن تدفع النفس إلى ترك ما افتتنت به من الأحاسيس، وبالرياضات يمكن أن تقحم النفس مضطرة إلى التسليم والانقياد، وبالرياضات يمكن أن تعود النفس على تواضع المحوية، تعود النفس على التواضع والمحوية، حتى تكون ترابا تطأه الأقدام، وهذا هو طريق استنبات الأزهار. وزي ما كما قال الشاعر، طبعا اللغة الفارسية ولكن ترجم: وكن أرضا لينبت فيك ورد. يعني إذا كنت كالأرض متواضعا نبت فيك الورد. وكن أرضا لينبت فيك ورد، فإن الورد ينبته التراب. يعني التراب نبت فيه الورد، فأنت إذا تواضعت خرجت منك الحسنات والطيبات والحكايات الصالحات، كما أن الأرض منبت للورد. فكن أرضا لينبت فيك ورد، فإن الورد منبته التراب. نعم. وبطريق الرياضات يمكن أن ينال كل فرد ألطافا معينة، منهم الذين يهذبون الأخلاق بالعلم والعمل بالإخلاص، ويبلغون شعور الأدب في معاملاتهم سواء مع الله سبحانه أو مع الخلق، ومنهم الذين يجدون أنفسهم دائما في مد وجزر لدى معاملاتهم مع ربهم، ويبحثون بحثا دؤوبا عن طرق تقربهم أكثر إلى ربهم الجليل من دون أن يدعوا لحظة تفوتهم. لحظة تفوته. ومنهم من ينسلخ من خلافه الصلب، كما ينسلخ اليعسوب، ليديموا حياتهم في العوالم السماوية التي يرتقوا إليها توا بين الروحانيين الذين هم فراشاتها.
إن الأصل في الخلوة هو الانتظار متهيئا لتوجه منه سبحانه ليل نهار دون أن ترتد عين القلب نوح الأغيار قطعا. هذا الانتظار في الوقت نفسه ليس أمرا سلبيا قط، بل هو انتظار ذو تمكين يمضي مع آداب الخلوة مع الله، وعيون القلب متفتحة بالانفعال وحرص لئلا تفوتها الواردات التي تسيل إلى القلب. وكم هو جميل ما قال حسين أفندي اللامكاني: طهر عين القلب حتى يتصفى، حدق إليها حتى يتفجر ينبوعا. دعي الإنكار الألزم خابية القلب تحت تلك العين لتملأ بالماء الباعث على الصفاء. انسل من البين ودع بيته لصاحبه. يعني اخرج من البين ودع بيته لصاحبه. يعني دع الناس واذهب إلى ربك في مكان تعبده وحدك حتى لا تكون مشغولا بغيره. ولا ينزلن ما انت خاضر ولا تدع الشياطين مولجا فطردهم يتعصر من بعد. يعني لا تجعل الشيطان عليك سبيلا، وإنما عليك أن تهذب نفسك بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ومعلوم أن الله سبحانه منزه عن الزمان والمكان، ولكن معاملاته مع الإنسان تجري دائما على سفوح القلب، وعليه لابد أن تكون تلال القلب الزمردية مستعدة دائما لاستقبال أمواج التجليات الآتية منه تعالى. وقد عبر عن ذلك إبراهيم حق قائلا: القلب بيت الله طهره مما سواه لينزل. القلب بيت الله طهره مما سواه، يعني إذا كان القلب محل نظر الله فعليك أن تطهره من كل شيء سواه. اجعل قلبك موصولا بالله على الدوام. لينزل الرحمن في الليالي على قصره. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري معا. حبي وحب غيري معا، يعني لا يكون هناك في القلب تعلقان، وإنما هو حب واحد فقط. ولذلك يعني من عرف انصرف، وأما من ادعى أنه يحب فلانا وفلانا وفلانا نقول له لا، الحب يكون واحدا فقط. من أحب مولاه صار مولاه مكتفيا به عمن سواه، لا أثر لهذه الحياة بعد أن يحب مولاه وبعد أن يتجه إلى الله في كل وجهة يجعل وجهه إليها. نعم. أي أفرغ لذلك البيت كي أكون هناك. وقد فهم البعض أن الإفراغ هو تطهير القلب وتصفيته من التفكير في الأغيار وإبعاده عن الملاحظات الغربية غريبة ومن العلائق التي لا تذكر بالله ولا طائل من ورائها. فكلام جميل لمولانا الرومي يكون ضياء لأفق تفكيرنا. كل كل من كان عاقلا اختار قاع البئر، ذلك لأن صفاء القلب في الخلوة إن ظلمة البئر دامسة خير من الظلمات الخلق. فما أفلح قط من اقتفى أثر الخلق، أي لم يصل النهاية ولم يطلع على السر على السر. والخلوة دون الأخيار واجبة لا دون المولى، فالفراء يرتد في أثناء الشتاء وليس إبان الربيع.
نعم. ولما كان المراد من الخلوة تطهير بيت القلب من الأغيار والبقاء مع المولى دائما، فإن أصحاب الأرواح التي هي بين الخلق والموصلة مع الحق سبحانه، وكذا أرباب القلوب التي تراقب التوحيد باستمرار حتى في أقصى نقاط كثرة يعدونهم في الخلوة دوما، بينما الذي قضى عمره في الخلوة وعجز عن تطهير قلبه من الأغيار وقلع ما سواه تعالى منه ورميه، فخلوته انخداع وهباء. يعني الواحد قد يكون في خلوة مع مولاه وهو يعيش بين الناس. لماذا؟ لأنه يعيش بين الناس ببدنه، وأما قلبه فهو متعلق بربه. ولذلك بعض العلماء من أهل الولاية قالوا خلوتنا في جلوتنا، يعني نحن نجعل قلوبنا مع الله عز وجل وأبداننا مع الناس. إذن فنحن مع الناس، ولكن الأصل فينا أننا نعيش مع الله، لأننا لا نعيش بأجسادنا وإنما نعيش بقلوبنا. نعم. وفي الحقيقة ليس في الخلوة الماورائية تجرد عن الخلق واعتزالهم. وحسب تعبير مولانا الرومي: إن الإنسان في مثل هذه الخلوة كالفرجال، إحدى ساقيه في أفق اللاهوت والأخرى في قطب الناسوت، يعيش يعني هي لها الخلوة لها طرفان. الطرف الأول القلب فهو مع الله، الطرف الثاني البدن مع الناس. إذن هو يعيش بين الناس كواحد منهم، ولكن إذا نظرت في قلبه وجدت قلبه مع الله لا مع الناس. إذن هو يعيش مع الله بقلبه ويعيش مع الناس ببدنه. كان أستاذنا يوسف العير رحمه الله في كلية البنات، وكان أستاذا لنا أيام الطالب الأولى، كان يقول: هؤلاء الصوفية أراعوا أنفسهم لأنهم تعلقوا بالله وساروا في الحياة. إذن هم في خلوتهم مع كونهم مع الناس من حولهم. نعم. يعيش في كل آن عروجا ونزولا آخر معا، وهذه هي الخلوة المعروفة لدى الأنبياء والأصفياء. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود ما لي أراك منتبذا وحيدا؟ قال: إلهي قليت الخلق من أجلك. فقال: يا داود يعني تركتهم. قليت الخلق يعني تركتهم من أجلك يا رب. فقال: يا داود كن يقظانا وارتدي لنفسك أغدانا، وكل خد لا يوافقك على مسيرتي فلا تصاحبه. كل خد يعني كل صاحب لا يوافقك على مسيرتي فلا تصاحبه. نعم. أي لما كان هدفك نحن وعزمك في مقرنا تفتح قلبك لغيرنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، وأحسن علانيتنا يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والإحسان. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى يا رب العالمين.